مساء الخير للجميع. حبيت أفهمكم في واحد النقطة مهمة جدًا، باش تعرفوا سيكولوجية عمل العياشة، وهُم ما يحبوش الأمور هذه تفضحهم على فكرة. مثلًا تلقى في واحد الصالون العالم الجزائري مربوط إلى العالم الإسرائيلي. إمم. تلقى مثلًا صورة هكذا من شوارع نتاع عاهرات في العالم أو في المروك، ويقول لك فيلاج ليفت. alors qu'ils savent très très bien que هذا اللي يسموه فيلاج ليفت ما كانش. وils savent très très bien باللي بوزبير اللي كان في الغرب مش معناتها بوسبير اللي كان عندهم هما تاع أكبر وأقدم شارع عُهر موجود يعني في المغرب. مع أنني قلت لكم أنه تاريخ العياشة والعُهر مرتبط مع تاريخ المخزن. لأنه إذا ألصقناها في فرنسا فقط نعود يعني تنكرنا لأكثر من 3 أو 4 أو 5 حتى قرون من تاريخ العُهر في المغرب، لأنه منذ خُلقت العائلة العلوية والأدارسة وهُم عندهم مقاهي الجماع وعندهم صالونات العرضات الخاصة وعندهم الرقصات نتاوعهم وعندهم العادات والتقاليد تاع العُهر المغربية يعني القديمة. شوفوا كيفاش حنا حقانيين، مش معناتها بلي الجزائر جامع، بالعكس. حيت حنا كانوا عندنا فرنسا خدمت لي بورديل قبل وخدمت دون شاك فيل لو بورديل تاعها باش يريحوا فيه أولًا المقاتلين السنغاليين والأفارقة والمغاربة اللي كانوا يضربوا مع فرنسا لهنا، وعندنا في عهد العثمانيين أيضًا الشوارع تاع العُهر. ما نهربوش من أمور كيما هذه، عادي جدًا. وين هي المشكلة؟ المشكلة أنك من بعد ما تقولش كان أبي، قُل ها أنا ذا، وكي تقول ها أنا ذا نرتبط فقط إلى الهاشتاغ اللي داروه السعوديين البارح من أجل ترحيل المغربيات، لأنه ما عادوش قابلينهم في السعودية. بمعنى أنه إذا كان عندنا تاريخ بحكم أنه الإنسان كان ما كانش واعي وما كانش قاري، والفقر والعوز والاستعمار وكذا يخلي أمور مثل هذه كانت موجودة. لكن من بعد كي ترتفع حقوق الإنسان والإنسان يعرف اللي ليه واللي عليه ويكون كاين نسبة التعليم مرتفعة، تحاول أنها تتحدى الأمور هذه وتنقص. لكن للأسف الشديد يا جماعة الخير رانا شفنا بلي الأفارقة مدايرين بيوت بالبلاستيك مغطين عليها في قلب الدار البيضاء وفي طنجة ومصورينهم كيفاش داخلين خارجين المروكيات دي بورديل أمبولون، مواخير متنقلة. نعرفوا كلنا أيضًا المقاهي الخاصة نتاع المثليين اللي مدايرينهم pour les grands hommes d'affaires du monde entier باه يجوا من أجل la pédophilie أي الجنس مع الأطفال، أنها مشهورة بها المغرب. ومن بعد مع الآخر يزيد يخرج لك بعض الحمقى من التيك توك اللي ما عندهم حتى مستوى يعني بامتياز، وعلى رأسهم مثلًا أسعد اللاشرعي اللي جابوا له تاريخه الآن في تشويه الحقائق وفي الاسترزاق عن طريق اختلاق المشاكل بين كل دولة ودولة من الحرب السعودية على اليمن. على فكرة أسعد الشرعي كان من أنصار السعودية في حربها ضد بلده، باش تحطها مليح في بالكم. وكان يحوس يسترزق من السعودية يسب في البلد نتاعو ومع ضرب اليمنيين. إمم. وكي نقول بين قوسين أيضًا ضرب اليمنيين، نتفكر أنه السعودية والمغرب الآن بعد إعادة العلاقة ما بين إيران والسعودية أنه العلاقات الآن أكثر من جيدة وتبادل دبلوماسي وعلاقات تجارية أيضًا بينهما. المروك لقات روحها وحدها، الشحات تاع التاريخ، لأنها السعودية كانت تعطي لها في الدراهم وكانت تفتعل في حرب مجانية ضد إيران اللي ما وصلتها لا بالخير لا بالشر، وتكذب على كل المستويات وتقول لك أنه حزب الله كان يسلح في البوليس، وكلها كذب، كلها خروط. ومن ضمن الإسرائيليات اللي خطط لها إسرائيل باش تسوق لها المغرب على مستوى الدول العربية.
وتكثر من اتهام إيران، وما عندها حتى علاقة لا مع إيران، لا من قريب ولا من بعيد ولا مع حزب الله. وبما أن إيران هي عدوة إسرائيل، إذا أصبحت أيضا النظام المتصهين المغربي يسوق لعداوة مجانية ضد إيران. هاي رجعت إيران مع السعودية. إذا قال لك السفير السعودية الرباط تطلب من سفيرها في السعودية العودة إلى الرباط من أجل الاستفسار حول بعض النقاط، وهي أنها السعودية قررت أن تقطع دابر المغرب في الشحاتة، وقالت له مزيد مدلك حتى دورو. فهمتني؟ إذا روحوا زيدوا عيطوا للأسعد الشرعي يسب أيضا السعودية لقطع الصداقات على المغرب، اللي البارح أيضا زاد طلب 2.5 مليار دولار كقرض. الأسبوع عنده أسبوع أو أسبوعين 5، وزاد طلب 5، وزاد طلب أيضا قرض نتاع 2 ملاير فاصل 5. أصبحت المغرب تقترض من أجل سد حاجيات ديونها الداخلية، أي هو مما ترتب عنه فقط عجز في سد الأرباح المترتبة عن الديون القديمة. يعني راهم في وخذة ما نقول لكمش عليها، راهم في وخذة كبيرة كبيرة ما يعلم بها غير ربي. فهمتني؟ إذا قلت أنهم نفسية المغربي، نرجع للسوجي تاعي بك، أنه على بالو بلي بوسبير راهو عنده، وعلى بالو بلي لا جيستيون تاع بوسبير راهو كانت مدايرتها الملك، لانه لو سيستيم بورديليك كان يجلب دراهم كبيره، وكان لا جيستيون فينونسيير نتاعها من اكبر المداخيل للقصر الملكي قبل ان تستشري زراعة القنب الهندي ويدخل فيها مباشرة على مستوى الريف في منطقة شفشاون الإمارة الملكية، وهم ليسيروا تجارة المخدرات، ويدير لكم باراليل شرطة مكافحة المخدرات، لأنه القرارات الدولية للمكافحة لازم تتوازن مع بعضها. فهو الجار في لا جيستيون نتاع لي بارون نتاع المخدرات، وفي نفس الوقت يدير لهم ادارات مكافحه المخدرات باش يغطي بها على روحه. فنفس الشيء لي بورديل كانت لا جيستيون تاعهم تابعه الى وفد سوا ديزون يهودي مغربي. il détenait les bordels de tout le Maroc et financièrement كان يمول لو بورديل بهذيك الدراهم هذيك. قال لك حسن الجزائر المهم يقعدوا يستعروا، حتى عندهم عار مش تعرفوا بسيكولوجيا، يستعروا حتى بالحوايج اللي فيهم باش يخبي على العار تاعو. لازم يخترع لك فكره من راسه وعلى باله بها بانها مش حقيقيه، وواحد ما راح يصدقوا عليها. لانه بوسبير بالنسبه لهم فخر. بوسبير المدخل نتاعو ولا مشي بوزبير اللي كان في الغرب الجزائري، قال لك بوزبير، وام حسن جايه من بوزبير. كذابين ما يعرفوش حتى المنطقه. فهمتني؟ وزادوا نسبوا اليها امراه وهميه. ليسونسيال قلت انه يستعروا بتاريخهم، يستعروا بالامور العيب اللي فيهم، ويحاولوا يخترعوا اون باراليل ضمن بروباغندا الكذب، يحاولوا يخترعوا انهم يطيش القنبله الموجوده عنده باي طريقه وخلاص. جاء قال لك حسن، وعلى بالهم باللي المدخل نتاع بوزبير تالمو يفتخروا به وضمن التراث نتاعهم مداينه كمدخل للباسبور المغربي. وانا متاكد انه قبل سنه فقط من هذا التاريخ، بعد ما دارت لهم الجزائر دري بروباغاند نتاع مدخل بوزبير، سيتم حذف تلك الصورة من جوازات السفر المغربية، لأنهم تفضحوا. هذاك هو اللي كان يدر عليهم أموال كبيرة، بوسبير اللي كانت تمول في القصر الملكي، وعاشوا بها وتفرهدوا وبنوا بها القصور تاعهم وقروا بها مولاتهم. إذا أموال المخدرات وأموال الدعارة يتم الأموال تاعها كل تروح إلى القصر الملكي، مع لي بارون طبعا تاع المخدرات المعروفين الكبار اللي ما يتقاسوش، ويتقاسوا في بلاصتهم بعض العصافير الذين يجب تقديمهم الى العداله وتغطيه وجه زعما المغرب في مكافحه ومن بعد مع الاخر كي ما قدروش يكومباطيو زراعه القنب